تفتكر ايه اكتر كلمة الناس بتستخدمها كشتيمة؟ بالضبط يا حمار. بس الغريب بقي ان الحيوان اللي الناس بتستخدم اسمه كإهانة هو واحد من اذكى واوعى الكائنات اللي ماشية على الارض، واحنا بقي لنا سنين بنفهمه غلط تماما. تعال كده نفهم القصة من اولها. من آلاف السنين الحمار كان حرفيا العامل الرسمي للبشر، يشيل، ينقل، يمشي في الشمس بالساعات، يدخل طرق ما حدش يجرؤ يدخلها، ويفضل شغال من غير ما يتذمر ولا يرفض. بس بدل ما نقول عليه قوي أو صابر قررنا نقول عليه غبي. تب هو فعلا غبي، ولا إحنا اللي سمعنا الكلمة وكررناها من غير ما نفهم؟ أول معلومة صادمة: الحمار ذاكرته خارقة، يعني لو عاد من طريق مرة واحدة يقدر يرجع له بعد سنين من غير ما ينس. وكمان يعرف يفتكر البشر اللي عاملوه كويس واللي أذوا، ولو حد ضايقه قبل كده تلاقيه بيبعد عنه أو يتوتر أول ما يقرب منه. ده مش غباء، ده وعي وإدراك. تاني حاجة، في تجارب عملت على الحمير اكتشفوا أنه بيعرف يحل مشاكل بسيطة بنفسه. لو في باب مقفول وهو محتاج يخرج، ممكن يزق القفل أو يشد الحبل أو يلف حوالين المكان لحد ما يلاقي مخرج تاني. ده اسمه ذكاء عملي، وده النوع اللي بينفع الكائن يعيش ويتصرف من غير ما حد يعلمه. ولازم تعرف إن الحمار مش عنيد زي ما الناس بتقول، هو حذر. لو حس إن الطريق خطر مهما حاولت تسحبه مش هيمشي. لو شايف قدامه 100 مش عارف عمقها مش هينزل. لو الطريق اللي ماشي فيه كان حصله فيه مشكلة قبل كده مش هيرجع له. ده غباء ولا غريزة نجاة أفضل من كتير من البشر. ومن أظرف القصص اللي فعلا بتبين قد إيه الحمار واعي: في قرية من كم سنة كان في حمار بيعدي كل يوم من طريق معين على شاء يوصل 100 للبيوت. في يوم الطريق ده حصل فيه شروخ بسيطة ما حدش لاحظها. الحمار أول ما وصل وقف، رفض يدخل. الناس افتكرت إنه بيعا كالعادة. بعد دقائق الطريق وقع فعلا، واللي كانوا هيعدوا كانوا هيتأذوا. والسبب الوحيد اللي خلاهم يسلموا إن الحمار وقف. طب أسئي بقي بعد كل ده؟ الكلمة بقت شتيمة. الموضوع اجتماعي بحت. زمان الحصان كان رمز الأغنياء والحمار رمز الفلاحين والعمال، ومع الوقت صورة الحمار اتربطت بالفقر والتعب، فبقت كلمة حمار رمز للإهانة مش لذكاء الحيوان نفسه. مع إنه عمليا كان أكتر حيوان بيشيل شغل البشر على كتافه من غير ما يفتح بقة.